لاعب مصري بيتم مقارنته بمحمد صلاح، ولاعب عنده مهارة عالية جدا سواء في التحكم بالكرة أو حتى السرعة أو إحراز الأهداف. لاعب متكامل بمعنى الكلمة، ويطلق عليه في فرانكفورت في ألمانيا الجوكر، أما في إنجلترا في مانشستر يطلق عليه الفرعون، وهو اللي قال كده. هو المصري عمر خالد محمد مرموش. السلام عليكم، فيديو جديد، قصة جديدة. أتمنى تعجبكم. في البداية ما تنساش تضغط لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. مشاهدة ممتعة. اسمه بالكامل عمر خالد محمد مرموش. ولد في 7 فبراير عام 1999 في مدينة القاهرة. ونشأ عمر مرموش في أسرة مصرية. والده كان شغال مهندس في كندا وحاصل على الجنسية الكندية بعد أن عاش في كندا لمدة 6 سنين. لكن عمر مرموش عاش حياته كلها في مصر، مؤكدا على الهوية المصرية. بدأ عمر مرموش مسيرته مع نادي وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز، وفي 8 يوليو عام 2016 شارك لأول مرة مع الفريق الأول مع نادي وادي دجلة في مباراة ضد الاتحاد السكندري اللي فاز فيها وادي دجلة 3-2. وخلال فترة تواجده مع وادي دجلة شارك عمر مرموش في 16 مباراة وسجل هدفين. وفي عام 2017 انتقل عمر مرموش إلى نادي فولفسبورغ الألماني. الموسم الأول شارك في 17 مباراة وسجل 4 أهداف. رغم تعرضه لإصابة في الظهر إلا أن لم تأثر عليه في إنجازاته، والإصابة بعدته عن الملعب لفترة طويلة، لكن عاد بقوة وأثبت جدارته. وفي 26 مايو عام 2020 شارك مع الفريق الأول لفولفسبورغ الألماني. وخلال مباراة ضد باير ليفركوزن انتهت المباراة بفوز فريقه 4-1، اللي كان له دور كبير جدا في نجاح فريقه. وفي يناير عام 2021 انتقل عمر مرموش إلى نادي سانت باولي عن طريق الإعارة، وهو نادي في الدوري الألماني في الدرجة الثانية. وخلال فترة إعارته شارك في 17 مباراة، سجل 7 أهداف، مما ساهم في تحسين مركز فريقه في الدوري الألماني. في أغسطس عام 2021 انتقل إلى نادي شتوتجارت الألماني عن طريق الإعارة، وشارك في 21 مباراة وسجل 3 أهداف. كان له دور بارز جدا في بقاء فريقه في الدوري. وبعد انتهاء فترة إعارته في نادي شتوتجارت عاد مرة أخرى إلى نادي فولفسبورغ الألماني وحمل القميص رقم 33. وفي صيف 2023 انتقل عمر مرموش إلى نادي أنتراخت فرانكفورت في ألمانيا صفقة انتقال حر. وخلال موسمه الأول مع فرانكفورت شارك في 37 مباراة وسجل 16 هدف، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. وفي 23 يناير عام 2025، أي قبل 5 أيام من وقت تصوير الفيديو، أعلن نادي مانشستر سيتي ضم عمر مرموش إلى النادي، صفقة تقدر ب 80 مليون يورو. وشارك لأول مرة مع الفريق ضد نادي تشيلسي، حيث ساهم مع فريقه في تحقيق الفوز وسجل هدف، ولكن لم يتم احتسابه لأنه كان متسلل. شعور مش طبيعي طبعا. اول لما جبت الجون كان احساس طبعا حلو جدا، بس في الاول والاخر احنا كسبنا. طبعا كان هيبقى ديبيو ممتاز لو كنت جبت جون، بس الحمد لله. والانسجام ما بيني انا وايرلينج، احنا من اول لما انا جيت وهو بيتكلم معايا وحاول يدخلني في فرقه، وهو شخص كويس جدا طبعا ولعيب خرافي، فانا مبسوط جدا ان انا بلعب جنبه. مسيرته الدولية مع المنتخب الوطني. دوليا مثل مرموش منتخب مصر تحت 20 عام في كأس الأمم الأفريقية عام 2017. وفي 8 أكتوبر عام 2021 شارك عمر مرموش مع الفريق الأول لمنتخب مصر وسجل هدف الفوز ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم. أكرم توفيق، ماشي أكرم، ماشي أكرم، خش بيها لجوه، داخل، يسيبها للسولية، أرضية حلو، يلا مرموش، يلا مرموش، ومرموش هوبا، الله 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 يا ألماني، الله يا شتوتجارت. ايه الجمال ده يا ولد، ايه الحلاوة دي يا ولد. مرموش مين ده اللي يحوش، حوش يا حواش. أصبح عنصر أساسي في تشكيلة المنتخب المصري. يتميز مرموش بسرعته الفائقة وقدرته على التحكم بالكرة وإحرازه الأهداف سواء من ضربات ثابتة أو مرتدات أو غيره، إضافة على قدرته اللعب على عدة مراكز في الهجوم. كما يعرف باتخاذ القرارات السليمة والحاسمة، مما يجعله لاعب حاسما في كل المباريات.
واجه مرموش عدة تحديات إضافة إلى الضغوطات الإعلامية والجماهيرية زي الكلام اللي قاله كابتن رضا عبد العال. ومش عايزين نشوف مرموش تاني بصراحه الفتره دي. مصر كلها تقعد تقول لك مرموش مرموش، انما بالامانه فنكوش. مرموش ده طلع فنكوش. انا بكلمك بجد. لا اصل بص، احنا خرجنا خلاص، احنا كنا بنساند ويقول لك ما تتكلمش على اللعيبه والكلام ده. لا، اتكلم دلوقتي وحط الحاجات دي عشان نتدرجها الفتره اللي جايه. طيب. انا لا يعني انا عايز ارقام مرموش يا جماعه. يعني ما لا هو لا بص، في بطوله افريقيا هو لو كان بينزل تغييره كان هيبقى مفيد اكتر لما يبدا من لا الأول. ما هو ما نزلش، يبقى انا ما شفتوش تغييره. لا لكن انا لا هو ما شفت تغييره اداش. ولا اساسي. ما هو عشان ان لعب اساسي في كل الماتشات وعارف ان هيلعب، فعشان كده مش هتاخد منه. انما هو لو كان بينزل تغييره كان ينزل ياكل النجيله. إلا أن إصراره وعزيمته ساعدته على التغلب على مواجهة المشكلات وتحقيق نجاحه. بعيدا عن الملعب، يعرف عمر مرموش بالتزامه وانضباطه، حيث يحرص على تطوير نفسه باستمرار سواء على الصعيد البدني أو الذهني. كما يعرف قدوة للشباب المصري الطموح الذي يسعى لتحقيق أحلامه في مجال كرة القدم. تعد مسيرة عمر مرموش مثال حيا للإصرار والعزيمة، حيث انتقل من ملاعب القاهرة إلى أوروبا، وانتقل من وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز إلى واحد من أكبر الأندية الأوروبية في العالم وهو نادي مانشستر سيتي، مؤكدا أن الموهبة المصرية قادرة على التألق في أي مكان. وفي النهاية أتمنى أن القصة عجبتكم. متنساش تضغط لايك الفيديو، اشترك في القناة وتفعل زر الجرس. متنساش تليفون في فلسطين، ربنا ينصرهم. اشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة. اشوفكم على خير. سلام عليكم.